معلش استحملني في السؤال ده، هو ليه فيلم مصري بكواليتي ضعيفة وجرافيك صفر ومكياج ب2 جنيه وربع ممكن يرعبك أكتر من سلسلة أفلام ذا كونجورينج بجلالة قدرها؟ فيلم تكلفته إيجار بيت أسبوع وماسك ب5 جنيه من العتبة، كان كفيل إنه يخليك تنام أسبوع وأنت منور نور الأوضة أو تتفرج عليه من تحت الكرسي. فيلم التعويذة، الفيلم اللي جاب تروما لجيل الثمانينات والتسعينات. انا فاكر اول مره اتفرجت على الفيلم ده قعدت يمكن شهر ما بقربش من اي حته ضلمه. المهم النهارده يا صاحبي هنبص على الفيلم وهنشوف هل فعلا هو فيلم مرعب بمقاييس الزمن اللي اتعرض فيه وعلى قد امكانياته، ولا لو جينا دلوقتي اتفرجنا عليه هنلاقيه فيلم كوميدي وهنقعد نقول ايه الضحك اللي كنا بنخاف منه ده. مش هطول عليك، جهز مشروبك المفضل وطفي النور عشان هنبدا نحلل التعويذه مع بعض. فيلم التعويذة فيلم رعب مصري من إنتاج سنة 1987 ومن بطولة محمود ياسين، يسرى، تحية كاريوكا، عبلة كامل وفؤاد خليل. الفيلم من تأليف وإخراج محمد شبل، واللي ما يعرفش محمد شبل فده يبقى بابا المجال في حوارات الرعب والخوارق في الثمانينات، وهتلاقيه يقدم لك ملاحم زي أنياب، كابوس، وغرام وانتقام بالسطور وحاجات ما تتمنهاش ترعب ألد أعدائك. من غير رغي كتير يلا بينا نخش على الفيلم. الفيلم بيبدأ بمقدمة غريبة جدا. ده المفروض الراجل اللي عايز يشتري البيت في القصة، فقاعد تقريبا بيحضر الجن، بس ما تعرفش هو كده الجن او العفريت لبسه ولا رش في وشه فلفل اسود، لانه تقريبا كان عايز يعطس. بعدها بندخل على البيت اللي عايشة فيه أسرة أستاذ محمود وبنتعرف عليهم وبنشوف والدته واخواته البنات ومراته وابنه. بعدها بتبدأ الأحداث لما الحنفية بتقطع على أستاذة يسرى وهي بتغسل وشها، وتقريبا أستاذ فؤاد خليل حضر عفريت من شركة المية. بعدها بنشوف الأستاذ محمود في الشغل بتاعه، والمفروض هنا إنه مدرس إعدادي، والمفروض برضه إن دول طلبة في إعدادي. دي دفعة 2001، دي دفعة عرابي. وهنا نستنتج حاجة من اتنين، يا إما العيال دي مطبقين على نظرية بهجة الأباصيري اللي هي 14 سنة خدمة في إعدادي، يا إما أستاذ محمود تاه في الطريق ودخل إصلاحية بالغلط. في المشهد اللي بعده بنشوف العيلة متجمعة وبيتفرجوا على فيلم صلاح الدين وبيحاولوا يقنعوا محمود يبيع البيت. أنا مش فاهم إيه العلاقة بصراحة، بس هو محمود بيرفض وبيقول إن ده بيت أبوه وأجداده ومش هيبيعه بأي تمن. عشان بعدها نشوف الراجل اللي عايز يشتري البيت قاعد على الأرض وعمال يرسم في طلاسم، وبيقوم باعت عفريت لبيت محمود. فالعفريت بيقعد يتجول في البيت، وتقريبا الحمام بيعجبه فبيقعد فيه شويه. انت بتعمل ايه؟ خلص. وبيقوم خارج من الحمام على اوضه النوم وبيدخل تحت اللحاف. يا قليل الادب، وانا اللي كنت فاكرك بردان طلعت متحرش. وهنا السرير بيتهز لما العفريت بيتحرش بمرات محمود، فبتقعد تصرخ والعيله بتدخل عليها وبتقول لهم ان في زلزال حصل. فام محمود بتقول لها بطلي عبط يا بنتي. والعفريت كله ده اصلا قاعد في ركن كده مستنيهم يخلصوا المسلسل الهندي ده عشان يكمل معاينه البيت. وبيدخل على ام محمود وبيرفع اللحاف، بس بيشوفها ست كبيره فبيطلع جدع وبيهز السرير هزتين ويمشي. انت راجل ذوق، الله يخليك يا باشا. تاني يوم بقى قرن السمسار، ايوه هو اسمه كده، بيجيب العفريت بنفسه ويدخل البيت، وبيكون العفريت مسمي نفسه سالم بيه، وبيدخل على الأسرة وبيحاول يقنعهم يسيبوا البيت. المهم بيروحوا يتفرجوا على شقة جديدة، لكن محمود كالعادة بيرفض يبيع البيت. بعدها بنشوف العفريت وهو بيقطع قماشة عليها طلاسم وبيدخل عليهم وهم بياكلوا. العفريت ده يا جعان يا محصور يا بردان، بيجي في أوقات غير مناسبة. بعدها بيولع في نفسه ويتمشى في البيت، ومحمود بيخرج بيلاقي السفرة مولعة، بيطفيها الكرسي بيولع، بيطفيه الكنبة بتولع. ده كده العفريت جاي يلعب بقى، ما تنجز يا عم وتولع في البيت كله. لكن قدام لفظ الجلالة النار بتخمد. تاني يوم أم محمود ومراته بيدخلوا المطبخ، بيلاقوا العفريت مكركب الدنيا خالص. وايه ده عمل فشار، هو كان قاطع تذكرة سينما ولا ايه؟ بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصه ولا مناظر؟ امبارح لا ولا حاجة. طب انت بتبعت الراجل ليه طيب؟ المهم العفريت بيروح لمحمود المدرسة، تقريبا كده محمود عليه مراقبة من شرطة مكافحة الإنس. المهم وهو ماشي العفريت بيقوم مجري المعيز، وتقريبا بيتلبس المعزة دي اللي بتدحرج لوح إزاز وبتوقعه على محمود، لكن الملازم عاطف خطيب أخته بينقذه، والمعزة بتطلع تجري بعد ما عملت عملتها. تخيل يقع عليك لوح إزاز ويطلع المتهم معزة. المهم بعدها خطيب أخت محمود بيعزمهم في ديسكو في مشهد طويل عريض ملوش أي 30 لازمة، مدته يمكن 5 دقايق بحالهم، وكل ده عشان الأستاذة يسرى تدخل الحمام وتشوف العروسة دي في المراية. طب ما كنت تشوفيها في حمام البيت أسهل وأوفر. بعدها بتحاول تاني تقنع محمود إنهم يسيبوا البيت، لكن محمود مصمم تصميم غريب إنه مستحيل يبيع البيت. طب يا باشا انت مستني البيت يتطربق على دماغك يعني؟ ده بيولع لوحده. المهم لسه ما كملش الكلمه لقينا العفريت بيمسك حبل وبيفضل يعقد فيه، فالبوتاجاز بيولع والكراسي بتتهز والتلفزيون والراديو بيشتغلوا لوحدهم والنار بتمسك في البيت مره تانية. طب ايه يا حوده، كل ده ما لفتش نظرك لحاجه؟ بعدها بقى ام محمود بتقرر تروح لدجاله، والعفريت في الشط هنا تحسه بيقول لهم خلصانه انا معاكم. ولما بيوصلوا بيلاقوا اللي في بقها وبتشيش، تقريبا راحوا الديلر بالغلط. المهم الست بتعمل حجاب لمرات
مرات محمود وبتطمنها انها هتفك السحر اللي معمول لها، لكن العفريت بيحرق لها الحجاب. ساعات بحس ان العفريت ده عنده دوخة، مش راكز كده العفريت مش هيدخل يعني. المهم بعدها الحاجة ام محمود بتجيب فرقة تنورة وبتعمل زار في البيت على اساس العفريت يطفش من الدوشة وكده، وبيجيبوا كاتشب ويلطخوا وش الفنانة يسرا. فبيجي محمود وخطيب بنتها الضابط وبيطردوا الجماعة بتوع الزار. المهم بعدها اخت محمود بتفتح درج النيش، ففي فار تقريبا بيعضها، ولما بتقع على الارض بتيجي بقى لقطة كانت بترعبني قوي بصراحة وانا صغير. بتشوف رجلين جدية او معزة قدامها وفي ديل بيلعب من وراها. ده جاي لنا بقى. فبتتعرض لصدمة عصبية. فين وفين بقى لما العيلة افتكروا انهم ناس مؤمنة وقاموا جابوا الشيوخ عشان تقرا على البيت. بعدها بيجي دكتور من المعمل الجنائي بيكون بعته الملازم عاطف خطيب اخت محمود، وبيبدأ الراجل يفحص البيت، فبيلاقي مواد غريبة على الارض زي بودرة وبواقي اكل تقريبا. المهم بعدها مرات محمود بتدخل تاخد دش، والعفريت بيقرر يلعب ابن محمود شويه، فبياخد منه الكوره ويقعد ينططها كده، ولا اجدعها لعيب باسكت بول. وفي نفس الوقت مرات محمود وهي بتستحمى بتلاقي الدش بينزل كاتشب بدل الميه. بعدها دكتور المعمل الجنائي بيكتشف حاجه خطيره جدا في المواد اللي لقيها في البيت. ايه بقى الحاجه الخطيره دي؟ لا ما نعرفش، لان العفريت بيدخل عليه وبيقوم مطربق المعمل فوق دماغه. انا مش فاهم ايه العفريت اللي ايده طايله ده ومش شايف حد قدامه. ده انت عيل قليل الادب، والادب مش هينفع معاك. انت ايه هتبلطج علينا؟ خليك ماسك ولا اوعى تسيبه. المهم بعد كل ده محمود برضه مش مقتنع ان في حاجات غريبه بتحصل، وبيقول لمراته ان اكيد اللي نزل من الدش ده صدى بسبب مواسير البيت القديمه. محمود ده اي حاجه من الاتنين، يا اما بيفقد الذاكره كل 3 دقايق، يا اما هيطلع في الاخر متفق مع العفريت وهينصصوا في البيت سوا. المهم تقرير المعمل الجنائي اللي احنا مش عارفين فيه ايه بالظبط بيوصل للملازم عاطف، واول ما بيبص فيه بيتخض كده زي الدكتور بالظبط. طب فهمونا يا جماعه ايه اللي في التقرير؟ طيب اكتشفتوا ايه؟ هو سر حرب يعني؟ المهم بياخد عربيته ويطلع جري، عشان في نفس الوقت العفريت يجيب راس عجل ويقعد يشرحها. فالعربيه بتعطل بالملازم عاطف وتقوم مولعه. ده كده تحس انك دخلت غرزه بالغلط. قوم ايه بقى العفريت يقوم مغفل الملازم عاطف ويقوم دايس بنزين ومدور العربيه وطالع عفريت من ان درايف. المهم عاطف بيجي لمحمود المستشفى اللي اخته محجوزه فيها، ومحمود بيتصل بمراته عشان تنزل له، وقبل ما بتنزل حماتها بتديها سلسله مكتوب عليها ايات قرانيه. ولما بتدخل الاسانسير العفريت بيرزع باب الاسانسير وبيحبسها جواه. وهنا بنيجي للمشهد اللي أرعب بجيل كامل. الاسانسير بيعطل والنور بيقطع والعفريت بيحاول يتحرش بالفنانه يسرا. انا قلت من الاول انه مش مظبوط، فيسرا بتبدا تزعق فيه وتقول له ايماني اقوى منك. وهنا بقى العفريت بيبدا يقطع في وشه عشان في الاخر يظهر على حقيقته. هو بغض النظر عن الماسك المضحك ده، لكن بجد المشهد ده جاب لي تروما وانا صغير. وفجاه الحيطه بتتهد وبيخرج الوحش الاحمر ابو قرون ده، وهو بيشكل تقريبا. الوحش ده كان بيجي لي في كوابيس زمان يا جماعه. وهنا الاذان بيأذن والاسانسير بيشتغل تاني، ومحمود بيحضن مراته وابنه وبتخلص الحكايه على كده. وهنا يا صاحبي بيخلص الفيلم الاكثر رعبا لجيل الثمانينات والتسعينات. عايزك بقى تكتب لي رايك في الكومنتات، هل الفيلم كان مرعب فعلا ولا كنا بنخاف منه عشان صغيرين؟ وما تنساش اللايك والسبسكرايب وترشح لي افكار نعملها الفتره الجايه. اشوفك على خير يا صديقي، سلام.